المكنه امنه على اي ماذر بورد، حتى لو انت مبتدئ. مش شرط انك تكون بروفيشنال في شغلك، انما عشان تقدر تتحكم فيها. مزوده بشعاع ليزر عشان اقدر اظبط الاي سي بتاعي على حسب الهيدر اللي انا عاوزه. اهلا وسهلا بكم، معاكم مدير كمال مهندس كمبيوتر. معانا النهارده اول مكنه بي جي اي اللي هي فك الايسيهات تمام، البي جي اي المصريه. المكنه ديت نشكر ربنا اول مكنه مصريه معموله بايد 100% مصريه 100%. فكره المكنه بتعتمد على 2 هيتر من فوق وهيتر من تحت. ان انا بفك اي تشيب في اي ماذر بورد، سواء كانت لابتوب او كمبيوتر او بلاي ستيشن او دي في ار، بطريقه امنه مفيش اي مشكله فيها. المكنه تصميم مصري 100%. طريقه تشغيلها بتبدا بمفتاح التشغيل هنا. انا كده شغلت المكنه تمام. بتحكم في الهيدر اللي فوق في جميع الاتجاهات معايا، يمين وشمال فوق وتحت. الهيدر اللي تحت الميزه الاولى فيه ان هو بيطلع على حسب المذر بورد عن طريق البكره دي هنا كده اهو. بلف البكره هنا بيطلع معايا الهيتر. ممكن ان انا انزله على حسب البورده بتاعتي. الشدادات دي اللي بحط عليها البورده بتاعتي تمام. ابتدي ان انا اظبط حرارتي، وبعد كده اسخن. بعد التسخين بعمل فيه عمليه فيكيم ان انا اسحب الاي سي بتاعي زي ما انا عاوز. مميزات المكنه دي تمام. اولا المكنه امنه على اي ماذر بورد، حتى لو انت مبتدئ. مش شرط انك تكون بروفيشنال في شغلك، انما عشان تقدر تتحكم فيها. مزوده بشعاع ليزر عشان اقدر اظبط الاي سي بتاعي على حسب الهيدر اللي انا عاوزه. يعني ده الاي سي بتاعي هنا بشعاع الليزر اهو، اقدر اطفيه واشغله تمام. مزوده بفيكيوم ان انا اقدر اشفط الاي سي، وليكن ده مثلا الاي سي بتاعي، ان انا بشغل فيكيوم من هنا واحطه على الاي سي، بترفعه هي. ما يفصلش الاي سي، يعني ما يفصلش الاي سي او يفصل لما ادوس على الزرار الهوب بتاعي ما تطفي معايا. ده بالنسبه كفكره مبدئيه عن الجهاز بتاعي. هنشتغل مع بعض على بورده. ديت ماذر بورد اسوس، دي اخف ماذر بورد موجوده. يعني معنى انك تشتغل على حاجه خفيفه زي كده تقدر تشتغل على اي ماذر بورد بعد كده.